أنا مش مصدق نفسي إن أنا باحضر التاريخ وهو بيتكتب، باشوف منتخب مصر مش بيعدّي من دور المجموعات، لأ، ده بيلعب في دور ال32 وكمان بيكسب. أنا حاسس إني بارجع لذكريات منتخب حسن شحاتة، منتخب الساجدين، بافتكر محمد زيدان ومحمد ناجي جدو وأبو تريكة وفوزنا على إيطاليا وماتشنا 4-3 مع البرازيل. أنا وأنا باكلمكم دلوقتي كل ذرة من جسمي بتتهز، جسمي مقشعر، بجد أنا حاسس بفخر وعزة وانتماء بعزة لمصر. شكرا لحسام حسن، شكرا للمنتخب. انا النهارده مش هحلل منتخب مصر بس، لا، انا هحلل الجمهور، هحلل ليه شعورنا، هحلل احنا ليه مبسوطين، ليه الفرحه اللي كل الناس شايفاها في الشوارع في وشوش الناس، احنا ليه عرفنا نفرح، ليه حاسين بالفرحه. انا محمد ثعلب وانت في دماغ ثعلب، يلا بينا نبدا. كابتن حسام حسن ادانا درس لازم كلنا نتعلمه. حسام حسن حلم وصدق حلمه واشتغل عليه وحقق وآمن بقدراته واجتهد وتعب، ودي النتيجة. حسام حسن دخل التاريخ. حسام حسن عمل اللي قبله ولا اللي بعده هيعرف يحقق. حسام حسن بقى أول واحد في كل حاجة، أول من صعدنا من دور المجموعات وأول واحد عدانا من دور ال 32 فين؟ في كأس العالم. والأهم من كده إن حسام عمل حاجة جديدة جدا. حسام كسر الأصنام. كل واحد يجي يقول لي مدرب أجنبي هقول له شكرا، العب غيرها. هيقول لي لاعب أجنبي هقول له شكرا، مش عايز، مش مشتري البضاعة دي. أي نادي جماهيري مع فلوس هيقول مدرب أجنبي للأسف هيقل من نظر. ولازم تكون دي قناعتنا. لازم من النهاردة نعرف إن المدرب المصري، اللاعب المصري هو الأحسن والأهم، بس يصدق ويقتنع. وده الدرس اللي احنا اتعلمناه دلوقتي ومش شفناه عملي وبس، لا، احنا شفنا نتائجه. كابتن حسام حسن بيلعب بفرقة منتخب مصر 75% من قوامها لعيبة محلية، والدرس ده انا حاسس بيه جدا وانت كمان حاسس بيه، وعشان كده انت فرحان. انا في شغلي عايزين يجيبوا مدير اجنبي، انت في شغلك عايزين يجيبوا مدير اجنبي، النادي عايزين يجيبوا مدرب اجنبي، على الرغم ان كانت في مدربين محققة نتائج كويسة وبياخدوا بالدولار. انا هوافق في حاله واحده بس، لو المدرب الاجنبي هو مش جاي يقود، لا، هو جاي ولا جاي يدرب، لا، هو جاي الهدف واحد بس، ينقل خبرات. تحت البند ده انا اشتري. غير كده اي مدرب جاي اجنبي لمصر او منتخب مصر او نادي في مصر بصراحه فشل، مش هدعمه. لان المنتخب بقياده العميد اثبت ان مفيش فروقات ما بيننا. هما مش احسن مننا، هما مش افضل مننا، احنا عندنا. ادونا الفرصه، سيبولنا المجال، للجيل اللي طالع، للشباب اللي طالعه. معلش انا عارف النهارده الفيديو ده مش هيبقى كوره قوي، بس في الاخر احنا كلنا لازم نشوف اللي حصل قدامنا ونتعلم منه. اللي حصل عملي من كابتن حسام اللي كانت قدامه كل العراقيل، علشان انا دايما مؤمن ان الشخص يقدر يحقق المعجزات ده في حالة واحدة، لو بعد عن شماعة الاعذار. اعذار الدولة مش موفرة لي، اعذار امكانياتي قليلة، اعذار واعذار واعذار. هترمي الاعذار، هتحلم، هتصدق في نفسك، هتشتغل وتتعب، ان شاء الله هتنجح. والدليل حسام حسن. وده اللي هينقلنا للتحليل الجاي وهو تحليل الجمهور. كلنا شفنا الاحتفالات في الشارع، وانا وانت نزلنا وفرحنا ورقصنا وهيصنا. عارفين ليه؟ حد قال احنا فرحانين عشان فوز المنتخب وعشان ان احنا عملنا حاجة لأول مرة؟ مش بس كده، في وش تاني احنا ناسينه، احنا عارفينه بس مش قادرين ننطقه او مش قادرين نشوفه. انا هحطه لك قدام. ارجع معايا، حسام حسن مسك المنتخب ازاي؟ عشان هو اقوى سي في، عشان انا وانت و120 مليون مواطن مصري قال المنتخب عاوز حسام حسن. كلنا شاورنا على حسام، مش عشان خاطر هو احسن مدرب،
كونوا صريحين. احنا قلنا عشان ده اقوى شخصية. منتخبنا عايز قائد، عايز شخصية قوية، مش عايز احسن سي في على الورق، عايز شخصية قيادية تقدر تتحكم في المنتخب، تقدر تقول لا، تقدر تقول لصالح المنتخب. علشان كده انت، ايوه انت حاسس من جواك انك اشتركت ولو بجزء بسيط في الفوز اللي حاصل دلوقتي، في الانجاز التاريخي اللي مصر حققه. عشان كده انت مش بس فرحان، انت حاسس بعزة وفخر. هل ده السبب بس؟ لا، السبب الثالث انك حاسس بعزة وفخر. عارف ليه العزة والفخر؟ لان الدول الاوروبية اللي بتقول بتحارب العنصرية هي اللي بتعمل اقوى عنصرية، هي اللي بتقول ان احنا دول نامية، احنا دول درجة ثالثة. احنا قلنا لا، احنا مش دول اقل منكم ولا قدراتنا اقل منكم، بالعكس احنا نقدر نفوز عليكم، نقدر نكون وسطيكم، ولسه وان شاء الله هنقدر وهنقدر وهنقدر. علشان ماتش امبارح قال لا، احنا مش درجة تانية ولا درجة تالتة ولا احنا دول نامية، احنا نقدر يكون لنا شخصية ولنا قوة ولنا قرار، وتأثيره هيبقى عليك. والأحداث اللي حوالينا كلنا مش في الكرة بس بتقول نفس الكلام. ويلا بينا نرجع في تحليل الكرة. حسام حسن بدأ المباراة بخطة 4-2-3-1، وكان إمام عاشور هو صانع الألعاب. بمجرد ما جبنا الجون حسام حسن كان محضر ان هو هيحافظ على الهدف ده، وكان هيحقق هدفه، وهو صح. لان المنتخب بتاع استراليا تحليلات الارقام بتاعته ما عندوش القدرة الهجومية، بالعكس هو بيلعب على التحولات والكرات العرضية، ده سر قوته. احنا ما ننكرش ان عندنا مشاكل، والاعتراف ده مش ضعف ولا تقليل من قوتنا، بالعكس الاعتراف انك عندك مشكلة وعندك اخطاء هو ده اللي هيخليك تعالجها وتعلى وتعلى وترتقي. بعد منتخب مصر ما جاب الجون الاول رجع لخطة او لعب بطريقة 4-4-2، ودى امام عاشور مكان صلاح، وكان بيخليه في حالة الدفاعية باك جنب محمد هاني، وخلى مرموش في مكانه ولعب باتنين مهاجمين صلاح وزيكو. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الكابتن حسام كان مستعد لاول سيناريو، وهو المفضل بالنسبه له ان يتقدم. وزي ما كان مستعد اكيد كان مستعد للسيناريو لما هيتعادل او هيخش فيه لو كان دخل فيه الجون الاول. ولما حصل التعادل وبدانا نخش في الاكسترا تايم قلب الخطه ل 3-4-3، وهنا بدا فعلا المنتخب يكون ليه تأثير. واللي وانا اتمنى ان هو يلعب بنفس الخطة ديت قصاد الارجنتين باذن الله. وان شاء الله اللي هيكون متألق في الماتش ده هو مرموش، اللي انا بصراحة خايف عليه. مرموش شال على نفسه حمل تقيل عليه وخلاه في مرحلة الشك، هو واثق في قدراته ولا ما عندهوش قدرات، هل هو قادر ولا مش قادر. لازم حد يخرج مرموش من الشك اللي هو فيه. لازم يا كابتن حسام، وانا عارف ان انت قدها واكيد هتعملها، مرموش لازم يكون هو رهانك الماتش الجاي. الحالة النفسية رجعه للثقة، رجعه للتصويبات، لانه كان عنده فرصة يصوب وبدأ يقلق. خليه يلعب الكورة السهلة لحد ما يكتسب الثقة، وان شاء الله رهانك هيكون على مرموش الماتش الجاي. والتغييرات التكتيكية اللي كان بيلعب بيها حسام حسن دي معناها ان ده مدرب عالمي، مدرب عنده مرونة تكتيكية، بيعرف يوظف اللعيبة صح. اقول لك حاجة، عمر ما مدرب اجنبي هيعرف يعمل اللي حسام حسن عمل. ايه؟ حتى لو سي في كبير، لسبب بسيط جدا، حسام حسن عنده حاجة مش عند المدرب الاجنبي، او بلاش عشان يكون كلامنا ادق، المدرب المصري عنده حاجة مش عند المدرب الاجنبي: الخبرة والوعي الالمام باللعيبة المصرية وقدراتها هتأدي ايه ومش هتعرف تعمل ايه. من الاخر، فين المساحة اللي يقدر يتحرك بيها؟ عشان المدرب الأجنبي يوصل لدي عايز سنين، وده مش حاجة. في لقطة عليها خلاف، وأنا شايف
ان الاتنين صح. في ناس بتقول ان اللعيبة لما راحت اتفرجت على الفيديو ساعة البلانتيات ده اجتهاد من محلل الاداء، بس الكابتن حسام ما كانش حاططها في السيناريو بتاعه، بدليل ان هم شافوها دلوقتي. وفي رأي تاني بيقول لا، ان المفروض اللي حصل ده كان يحصل اثناء التدريبات. انا شايف الاتنين صح. انا شايف ان احنا صعدنا وان احنا مركزين قوي قوي. في لقطة في المباراة كان واحد من الجهاز المعاون لحسام حسن كانش بيتفرج على الماتش، كان قاعد بيقرا قرآن. بس في الاخر احنا صنعنا المعجزات، احنا بنكتب التاريخ، ولسه قلم الكتابة ما بطلش كتابة والحبر ما جفش. انا محمد ثعلب وانت في دماغ ثعلب، شرفتوني.